الرجاء ينفي توصله بأي استدعاء بسبب شكاية الجيش الملكي، عكس ما تروج له عدة منابر إعلامية وما نشره محمد شرع الناطق الرسمي لفريق الجيش الملكي في صفحته الرسمية. نفى فريق الرجاء الرياضي توصله بأي استدعاء رسمي من لجنة الأخلاقيات بسبب شكاية وضعها الجيش الملكي. واستغرب فريق الرجاء الرياضي نشر محمد شرع تدوين عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يؤكد من خلالها استدعاء لجنة الأخلاقيات لمحمد بودريقة رئيس فريق الرجاء الرياضي لجلسة استماع الثلاثاء المقبل على خلفية الشكاية التي رفعها ضد الجيش الملكي بخصوص قضية اللاعب تمون والثانية بلغ الرجاء الرياضي. العصبة الاحترافية تكشف عن موعد إجراء مؤجل الرجاء وبركان. كشفت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عن موعد إجراء الجولة 27 من البطولة الاحترافية بين فريق الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وقد تم تحديد يوم الجمعة 24 ماي لإجراء هذه المواجهة على أرضية الملعب البلدي ببرشيد بداية من الساعة 7 مساء. ويحتل فريق الرجاء الرياضي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق 4 نقاط عن المتصدر الجيش الملكي. وفي حالة ما انتصر فريق الرجاء الرياضي على فريق نهضة بركان سيتقلص الفارق إلى نقطة واحدة. عرض رسمي لانتقال نجم الرجاء الرياضي للسد القطري. توصل يوسف بالعمري المدافع الايسر لفريق الرجاء الرياضي بعرض رسمي للانتقال الى نادي السد القطري في الميركاتو الصيفي القادم. وكشفت مصادر داخل البيت الاخضر ان فريق الرجاء الرياضي طلب تاجيل المناقشه في العرض الى حين اختتام منافسات الدوري الاحترافي تفاديا للتشويش على اللاعب خصوصا بعد دخول البطوله الاحترافيه في مراحلها الاخيره. واوضح المصدر ذاته أن فريق الرجاء الرياضي باشر اتصالاته للبحث عن ظهير أيسر تحسبا لرحيل يوسف بالعمري في الصيف القادم. مدافع بنيني على رادار الرجاء. يسعى الرجاء الرياضي إلى تدعيم صفوفه استعدادا للموسم القادم الذي يلعب خلاله النسور على عدة واجهات أبرزها دوري أبطال إفريقيا وكأس العرش والبطولة. وحسب تقارير صحفية أنغولية فإن الرجاء أبدى رغبته في التعاقد مع البنيني إيرين غليلي مدافع فيتا كلوب الكونغولي في الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوفه خصوصا مع اقتراب احتراف إسماعيل مقدم بالخليج. وأشارت التقارير كذلك إلى أن الرجاء الرياضي حدد مبلغا يتراوح ما بين 300 مليون أو 400 مليون سنتيم لضم المدافع البنيني البالغ من العمر 24 سنة والمتألق في الكونغو الديمقراطية بعدما أبدأ اللاعب كذلك رغبته في الانتقال إلى فريق الرجاء الرياضي. اهتمام خارجي بأحد نجوم الرجاء والمكتب النادي يدرس الوضع. يظفر نادي الرجاء الرياضي بمجموعة من النجوم الذين يثيرون انتباه الأندية الخليجية الراغبة في تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل مستفيدة من قدراتها الشرائية القوية والمغرية للفرق المغربية واللاعبين. ووفق ما نقلته بعض الصحف المغربية فإن الرجاء علم بوجود اهتمام بنجم الفريق أنس زنيتي وأن ناديا خليجيا مستعد لتقديم رقم جيد من أجل التعاقد مع حارس مرمى الرجاء الرياضي في نهاية الموسم الحالي. وتابع أن المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي قرر دراسة وضع النادي مع حارس المرمى وتحديد مدى إمكانية الاستغناء عنه أو الاحتفاظ به أو صرف النظر عن المقابل المالي الذي قد يأتي به. البدراوي وبودريقة يطالبان الرجاء بأزيد من 2 مليار و700 مليون سنتيم. يحمل التقرير المالي المقرر أن يعرضه المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي على أنظار المخارطين في الجمع العام المقرر عقده في 4 يونيو المقبل ديون تفوق 2 مليار و700 مليون سنتيم تخص رئيس الفريق محمد بودريقة وعزيز البدراوي. ويشير التقرير المالي أن ديون بودريقة العالقة في ذمة فريق الرجاء الرياضي تقدر بحوالي مليار و362 مليون سنتيم. ويعود هذا المبلغ
إلى فترة ولايته الأولى، إذ يصل منذ سنوات على تضمينه في التقارير المالية، علما أن الرؤساء السابقين في القلعة الخضراء وأبرزهم جواد زيات رفض الاعتراف به، وكان زيات قد رفض الاعتراف لبودريقة بهذا الدين على اعتبار أنه لا يوجد وثائق كافية تؤكد صرف المبلغ من أجل تضمينه في التقرير المالي. ونص التقرير المالي أيضا على أن ديون عزيز البدراوي العالقة في ذمة الفريق الأخضر تقدر ب مليار و700 مليون سنتيم. مدرب الجيش الملكي أمام لجنة الأخلاق. قررت اللجنة الأخلاقية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استدعاء المدرب التونسي النابي للمثول أمامها على إثر التصريحات الأخيرة اللي صرح بها بعد هزيمة الجيش الملكي على يد الحسنية. الرجاء الرياضي يغير موعد جمعه العام التكميلي. أكد الفريق الأخضر في بلاغ نشره عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أنه قرر تنظيم الجمع العام التكميلي في الشهر القادم يوم الثلاثاء 4 يونيو على الساعة 7 مساء. وجاء هذا التأجيل لأسباب تنظيمية لم يذكر الرجاء الرياضي تفاصيلها بعد. وهذا الجمع العام التكميلي غادي يتطرق بخصوص فترة رئاسة عزيز بدراوي للفريق الرجاء الرياضي، كما غادي يتم وضع التقرير الأدبي والمالي للفريق الرجاء الرياضي لسنة 2022 و 2023.